اكتر غلطة بتقع فيها وقت ما تشترك في كورس زي كورس الفويس اوفر، انك تبقى فاكره حاجة نظرية ولا معلومات هتاخدها في وقت السيشن وخلاص على كده، وتروح تدور على احسن كورس في احسن مكان مع حد بروفيشنال جدا، وتحس ان انت مش جايب نتيجة كافية. طب ما انت عملت ايه؟ هل انت بتاخد السيشن وبتطبق وبتنفذ تاسكات بقى وبتشوف النتيجة النهائية وبتدي اكتر ما المدرب بيديك؟ يعني لو مطلوب منك انك تنفذ 5 تاسكات بقى، انت بتجيب مثلا 20 تاسك من نفسك على مدار بقى المدة اللي ما بين السيشن والتانية، ولا لا انا معتمد ان انا باخد بقى كورس في مكان جامد و... وباخد معلومات حلوة وانا بأدي كويس وقت السيشن وهو على كده خلاص؟ لا، ده مش امتحان هيجي في اخر السنة ولا في نهاية الكورس هتحط فيه معلومتين هتذاكرهم وخلاص ونكروت يعني. لا، ده مجال عاوز ممارسة 1 و2 و10 مرات عشان توصل فيه النتيجة الكويسة. وده اصلا المفروض اللي انت تعمله حتى لو مش هتاخد كورس. انت اصلا بتاخد كورس عشان حد يعني هو معاك مونيتور كده بيوجهك للاداء الصح بالتكنيك المظبوط، يعني بيسهل معاك الامور. انما انت الاساس لو مش ناوي تشتغل يبقى على الله المجال ده بقى. اصلا ده مجال قايم على انك انت المدير فيه، انت اللي هتعمل كل حاجة بنفسك بعد كده. واكتره فريلانس، يعني انت بتشتغل على المواقع الخاصة بالفويس اوفر، انت اللي بتدير كل حاجة، انت اللي بتعمل كل حاجة بنفسك. فلو مش هنشتغل من البداية وفي التدريب يبقى على الله الشغل بقى، ما تجيش تشتكي.